نفسك تتنقل بمستوى شغلك في حته تانية، محتاج انك تتكلم امريكان اكسنت. جميل، ما عنديش اي اعتراض، بس في مشكله عندنا صغيره، الا وهي ان في شويه ستيبس لازم تعملهم الاول قبل ما توصل للامريكان اكسنت. الستيبس دي هلخصها لك في 4 نقاط، خد بالك منهم كويس قوي، وهنتكلم بعد كده عن كل واحده بالتفصيل. رقم 1 الفونكس، وانك تطلع مخرج الحرف صح، لان مخرج الحرف لو ما خرجش مظبوط الكلمه كلها ممكن يبقى معناها غلط. 2 الستريس، والستريس ده بيفرق في معاني كلمات، زي على سبيل المثال present و present. present هدية، لكن present اتحولت لفيرب بمعنى يقدم. فالاسترس وبالذات في الفوكاب او في الكلمات هيفرق معاك كتير قوي. رقم 3 الانتونيشن، والانتونيشن اللي هو طريقه القائك للجمله عامل ازاي، صوتك بيلعب في الجمله والاداء بتاعك. هل يا ترى شكلك وانت بتتكلم عادي زي شكلك وانت فرحان، او انت بتتكلم في موضوع وانت متضايق، او انت بتقول سؤال، الطريقه اللي بتستخدم فيها صوتك. النقطه الرابعه والمهمه اللينكينج ساوندز، اللي هي اصوات الربط، ازاي تربط الاصوات والكلمات ببعضيها بحيث انك تحس ان الجمله الطويله العريضه طلعوا في الاخر كانهم كلمتين او 3. كل الحاجات دي مهمه عشان لما تتدرب عليها كويس قوي تقدر توصل للامريكان اكسنت بعد كده في الاخر وانت واقف على ارض صلبه. هتعمل ده ازاي؟ تابعنا وانا هقول لك. اشوفكم على خير.